في فيديو النهاردة هتشوف حاجات عمرك ما شفتها في مكان تاني. هتشوف مخلوقات مش بشرية وظلام أبدي وأصوات مجهولة. الأعماق مش مكان للسباحة، الأعماق مكان للرعب. سنة 1999 صوت ضخم اتسجل في المحيط الهادي. أصوات بتظهر كل سنة في مواسم معينة ومصدرها لحد النهاردة مجهول. في مناطق معينة الكاميرات رصدت كائنات بعيون لامعة بتتحرك في الظلام، لكن كل مرة يقربوا منها بتختفي فجأة. بعض العلماء بيقولوا احنا لحد دلوقتي ما اكتشفناش غير 5% من المحيطات، تخيلوا 95% لسه غامض. وفي حكاية تانية بتقول إن الغواصين اكتشفوا في أعماق المحيط الهادي مقبرة سرية تحت المية، مكان مليان بهياكل عظمية غريبة، مش لأسماك ولا لحيتان لكن لهياكل أشبه بالبشر، بأطراف طويلة جدا بشكل غير طبيعي وجماجم مش شبه جماجم. الغواصين لما حاولوا يقربوا أكتر أجهزة التصوير اتعطلت فجأة، وكأن في حاجة بتمنعهم من توثيق اللي شايفينه. الأسوأ من كده إن في غواصين حكوا إنهم سمعوا أصوات همسات غريبة تحت المية، رغم إن الغطس في الأعماق بيكون صامت تماما. لحد النهارده محدش قادر يفسر هل دي بقى حضارة غارقة مجهولة ولا فعلا في كائنات تانية عاشت ولسه عايشة في الأعماق المظلمة. وحكاية تانية بتقول إن في قاع المحيط الأطلسي العلماء اكتشفوا سنة 2018 حاجة خلتهم يندهشوا جدا. أنهار بتجري تحت المية، في أنهار كاملة ماشية في أعماق البحر، والمية اللي فيها بتتحرك زي النهر العادي بالظبط، وحتى فيها شلالات صغيرة. الغريب بقى إن المية دي مش شفافة زي البحر، لكنها تقيلة ومالحة أكتر، عشان كده بتنزل تحت وتتحرك كأنها نهر مستقل. والأغرب إن في بعض الأماكن النهر ده بيشيل معاه غازات سامة وكائنات غريبة مش ممكن تعيش في أي مكان تاني. المنظر مرعب وغريب لدرجة إن الغواصين لما بينزلوا بيشوفوا كأنهم قدام بحر جوه البحر. وحكاية تانية بتقول إن في مقابر للحيتان، لما الحوت العملاق بيموت ويغرق جسمه يوصل للقاع ويتحول لمملكة كاملة للحيوانات اللي بتاكل جثته لعشرات السنين. منظر الجثة وهي بتتحول لمدينة مرعبة للحياة البحرية ممكن يرعب أي غواص يقابلها. وحكاية تانية بتقول إن في حاجة اسمها الفوهات السوداء. تخيل مية بتغلي بتخرج من باطن الأرض في قاع البحر، مش بس مية، دي سموم ومعادن سوداء قاتلة، ومع ذلك الحياة موجودة هناك. مخلوقات غريبة عايشة وسط الحرارة المميتة والغازات السامة كأنها وحوش جهنمية تحت البحر. والأغرب من ده كله اكتشفوا كائنات بتعيش من غير شمس، من غير أكسجين، بتتغذى على الكبريت والمعادن السامة. وجودها بيقول إن الحياة ممكن تبقى موجودة في أماكن تانية في الكون بعيدة عن أي تصور بشري. وفي حكاية تانية بتقول إن في غواصة أمريكية كانت بتعمل مسح روتيني في المحيط المتجمد الشمالي، والطاقم سجلوا حاجة مش طبيعية على أجهزة السونار. ظهر جسم ضخم جدا بيتحرك تحته أكبر من أي حوت معروف. والغريب إن الصوت اللي أصدره الكائن كان أقل من التردد اللي الودن الإنسان تقدر تسمعه، بس السونار التقطه بوضوح. الطاقم حكى إن في لحظة معينة الغواصة كلها بدأت تتهز كأن في حاجة ضخمة بتخبط فيها من الخارج، وبعدها اتسجلت أصوات خبط على جدار الغواصة، خبط منتظم كأن شيء بيحاول يدخل. المرعب أكتر إن بعد ساعات قليلة تم تسجيل بلاغ رسمي عن اختفاء غواصات أصغر في نفس المنطقة بدون أي أثر، لا حيطان ولا جثث. والعلماء سموه إن ده لغز، لكن البحارة بيقولوا إن الأعماق دي هي بيت سيد البحار، كائن عملاق مختبئ بقاله ملايين السنين. وفي سنة 2003 فريق من الغواصين تابع لمركز أبحاث نزلوا مكان اسمه الخندق المظلم. الخندق ده قليل جدا اللي بيتجرأ ينزل فيه لأنه أعمق من برج خليفة 7 مرات. الغواصين لما بدأوا ينزلوا لاحظوا إن أجهزة الاتصال بتقطع بشكل غريب كأن في تشويش مقصود. بعد حوالي 3 ساعات من الغطس الكاميرات صورت بوابة حجرية ضخمة جدا تحت المية منحوت عليها رموز غريبة شبه الكتابة السومرية لكن أوضح وأحدث. الأغرب إن البوابة كان وراها نور أزرق طالع من الداخل. واحد من الغواصين قرر يقرب، وأول ما لمس الحجر المية حوالين المكان بدأت تغلي كأنها مش بحر، وبعدها ظهر ظل ضخم جدا بيتحرك جوه البوابة. الفريق حاول يهرب بسرعة لكن كاميرا الغواص اللي لمس البوابة اتقطعت تماما وجسم عمر ما حد تلاقاه. الناجين لما طلعوا فوق كانوا مرعوبين. واحد فيهم قال إنه هو بيهرب سمع أصوات همس بلغات مختلفة حواليه كأنها أصوات ناس غرقانة من آلاف السنين. بعد الحادثة دي منعت المنطقة رسميا من أي بعثات بحث، لكن الغواص الوحيد اللي عاش فترة أطول اتقال إنه بدأ يحلم كل ليلة بالبوابة لحد ما اختفى هو كمان بعد شهور. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس.